هل شرب الميه وسط الاكل بيسبب كرش؟ تعال نشوف. انا احمد الفخراني، تربيه رياضيه واخصائي تغذيه معتمد، وبقدم معلومات في التدريب والتغذيه. لو حابب تتابعني تابعني ويلا بينا. كتير بنسمع ان شرب الميه وسط الاكل بيسبب كرش، اعتقادا ان الميه هتخفف تركيز العصاره في المعده، وده هيقلل فاعليه هضم الاكل بشكل كويس، وهيعيق عمليه الهضم والامتصاص، وهيؤدي لزياده الدهون. لكن الحقيقه ان الدراسات العلميه ما اثبتتش ان شرب الميه اثناء الاكل بيسبب مشاكل او بيقلل من فعاليه عمليه الهضم، الا في حاله ان الشخص ده بيكون عنده مرض معين او عنده مشكله صحيه معينه، والكلام ده بيكون ليه ارشادات خاصه بيوضحها الطبيب المختص. لكن في الطبيعي الميه ملهاش علاقه بزياده الوزن او بظهور الكرش، بالعكس ده الميه مفيده جدا قبل الاكل واثناء الاكل، وبتساعد في الشعور بالشبع بسرعه، لان كمان الميه زيرو كالوريز، ما فيهاش سعرات نهائي، لان زياده الوزن او ظهور الكرش مرتبط بعوامل تانية زي الوراثه والعوامل الهرمونيه وطبيعه الجسم بتاع